عن راسه. أردوغان عليه ضاعت الطاسة جنزر مفتاح القفل أسود مثل زنجار قلبك، لكن ما تغيرت ألوانه. بدم نفديك وجلال عاشت بغورة الشبيبة السورية، عاشت بغورة المرأة الشابة. بخصوص الآونة الأخيرة قامت بضرب مناطق الدفاع المشروع بجميع الأسلحة الكيماوية، وإنها تقوم بضرب المشروع الأمة الديمقراطية الذي هو بنهج وفكر القائد الإنساني القائد عبد الله أوجلان، الذي بفكره ونال درب الحرية والحياة والعيش بكرامة لكافة الشعوب. واليوم تقوم الدولة الفاشية بفرض العزلة على القائد أبو في جزيرة إمرالي، الذي هو أبشع مكان عرفه التاريخ في عصر الدولة العثمانية المغتصبة، التي تحاول بسياستها المخادعة والإجرامية في صهر وإبادة وزعزعة استقرارها. لذا من هنا في مدينة منبج نحن كحركة الشبيبة الثورية نزيد بدعمنا لرفاقنا المناضلين بكل عزيمة وإصرار من أجل خلاص الشعوب من هذه السياسة الوحشية والانتهاكات التي تترأسها الدولة الفاشية التركية. ونخاطب بكل طلاقة إلى الشبيبة التي تريد طريق ومعرفة الحرية والتوجه إلى معرفة الحقيقة على ما تقوله الدولة التركية الفاشية، وسنستمر بنضالنا حتى تحطيم جدران سجن إمرالي وفك العزلة على القائد أبو، ونحمل كافة المسؤوليات للمنظمات الدولية وخصوصا منظمة CPT عن كشف حقيقة ما يحصل عن وضع صحة القائد عبد الله أوجلان. وسنستمر بهذه الطريقة طريق الحرية، فلن تستطيعوا حجب شمسنا، شمس الحرية وكسر إرادتنا. بالروح بالدم نفدي